ده كيبورد عادي، بس ده زرار مش عادي. في الفيديو ده انا هقول لك على افضل 5 اختصارات بستخدمهم بالزرار ده في الكيبورد بتاعي. رقم 5 وهي ويندوز شيفت اس، ودي بتخليني حرفيا اخد اي سكرين شوت انا عايزها للبي سي بتاعي، سواء شاشه كامله او جزء معين او حتى الهبل اللي انا بعمله ده. ودي بصراحه بتغنيك عن اي اداه خارجيه وكده منك فيك للويندوز. رقم 4 وهي ويندوز في، ودي بتخليك تفتح الكليب بورد، وحرفيا زي ما انت شايف بيكون في اي حاجه انت نسختها. وعلى فكره تقدر تستخدم الكليب بورد بتاعتك دي على اكتر من جهاز في نفس الوقت وبنفس المحتوى. رقم 3 معانا وهي ويندوز اي، ودي هتخليك تفتح الاكشن سنتر علشان ببساطه او خطوه واحده انك تشوف النوتيفيكيشنز اللي عندك، او حتى تفتح البلوتوث والواي فاي بضغطه واحده، او حتى تشوف السكرين شوتس اللي خدناها في رقم 5. رقم 2 معانا وهي ويندوز اي، ودي ببساطه جدا هتخليك تفتح الفايل اكسبلورر. الفايل اكسبلورر اللي هتفتح الماي كمبيوتر. بقول لك ايه، ما هو انا بصراحه كان لازم اعمل زي التيك توكرز واجر رجلك للاخر واقول لك رقم واحد انت اللي تقترحها عليا والكلام ده كله. فعشان كده انا هسيب لك تكتب لي انت تحت في الكومنتس ايه الاختصار اللي بزرار الويندوز بيفيدك وبيسهل عليك مهامك اليوميه. وبس كده، ده كان فيديو النهارده. ما تنساش لو الفيديو عجبك تعمل لايك وفولو، وشكرا، اشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.